اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات حياه مهاجر بامريكا. زي ما انتم عارفين الظروف اللي بتمر بيها امريكا دلوقتي، حاله الطقس صعبه جدا جدا. ولايات فيها 20 و30 تحت الصفر. بنسلفانيا المنطقه اللي انا عايش فيها حوالي 5 تحت الصفر بس، لكن في ولايات تانية حالتها اصعب من كده. يعني الدنيا كلها بقت بيضاء. هي من امبارح بالليل تعمل سنو، الدنيا بقت صعبه قوي. النهارده المفروض ان هو يوم عمل، فمحدش كتير طلع ينظف. يعني انا شايف ان هو يمكن 5 انش او حاجه. كانوا كاتبين في الويذر ان هو هيقعد حوالي لغايه الساعه 11 يمكن، لكن هو تعدى كده الساعه يمكن 12 دلوقتي او واحده. الموضوع يعني كل ما بتسيبه بيعلى، ولو شتت على يعني لو اتحول لسنو الميه بيبقى الموضوع خطير قوي يعني، وبيتقل فبيبقى صعب شيله. بس عند الغابة الصغيرة دي وأوريكم شكل الدنيا بقت عاملة ازاي. يعني ماشي صعب شوية، يعني ببص في الأرض أكتر ما ببص في الكاميرا. ده المنظر بتاع الغابة. يعني هروح الطريق الشارع، معالمه إلى حد ما مش واضحة أوي، يعني مش عارف أنا ماشي فين ورايح فين، لكن هو فين الرصيف. لكن هو ده الشارع المفروض. الملح هو اللي عمل كده، وهو اللي بيسيح التلج عشان الناس تقدر تستعمل الطريق. هنا الناس متعودة أوي على الموضوع ده، يعني مش فارقة معاها، لكن خطر مهما كان الواحد متعود على التلج يعني، لكن السواقة خطر جدا في التلج. يعني أنا مش التلج بيخش في عينيا فمش شايف كويس. مش عارف افتح عينيا. يعني حبيت اوريكم المنظر. بصوا التلج، يعني مش التلج يعني بمعنى التلج، بس البرد بيخش تحت الهدوم، تحت الهدوم. فلو انت جاي جديد ولاقيت زي كده، بتروح المحل وتشتري حاجة اسمها ثيرمال، اللي هي الهدوم الداخلية المخصصة للوقت اللي زي كده، ان هي ما بتطلعش الحرارة من الجسم، يعني تحتفظ بالحرارة، عشان لو انت جاي من مصر جديد ومتعود على البرد ما تتعبش.
بس حبيت اوريكم الاجواء في الجو ده. اشكركم والقاكم الحلقة القادمة ان شاء الله.